بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعين مشاهدين الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. حياك الله. ونذكر السادة المشاهدين أننا في صدد استقبال أسئلتهم واستفساراتهم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. فاصل قصير متابعين الأفاضل ونعود إليكم، كونوا على مقربة. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير. دعنا نشرع في موضوع اليوم فضيلة الدكتور حسن سلمان، واستكمالا لسلسلة بني إسرائيل ماضيهم وحاضرهم. لعلنا نخوض اليوم في مقارنات من شأنها أن توضح للمستمع وتبين له أكثر. هل يعامل اليهود كغيرهم من غير المسلمين في السلم والحرب، أم أن للشريعة رأي آخر؟ دعنا نبدأ في حالة السلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بالنسبة للموضوع اليهود في طريقة التعامل أو حتى النصارى أو غيرهم، فالإسلام له سياسة واضحة في كل الحالات، يعني سواء يهود أو نصارى أو حتى المشركين عنده أحكام تفصيلية. وكما تفضلت يعني في إطار السلم لهم أحوال، وفي إطار الحرب كذلك لهم أحوال. ففي إطار السلم بشكل عام أهل الكتاب يتقبل منهم أو يوضعون تحت ثلاثة خيارات معروفة، وهي إما أنهم يسلمون ويدخلون في الإسلام ويكونون كغيرهم من المسلمين، وحينها يخضعون لقاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا في كافة الحقوق، فهم أهل الإسلام حينها. الحالة الثانية هو أنهم يريدون الإبقاء على عقيدتهم ودينهم وأحوالهم الخاصة، وهنا يخضعون للنظام العام للإسلام، وهو مراد قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهنا الدين بمعنى السلطان العام والسيادة والحاكمية، وليس الدين بمعنى العقيدة كما في قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فهذه حالة أخرى، وهو أنهم يبقون على عقيدتهم وعلى أحكامهم الخاصة، ولكنهم يخضعون لسلطان المسلمين، وحينها يستثنون من بعض الأحكام وتجري عليهم بعض الأحكام.
يعني فمثلا في السلم يستثنون من الحروب والقتال والجهاد، خاصة الجهاد الذي يتعلق بالطلب. هنا يمكن أن يستثنوا من أن يكونوا مشاركين، لأن الجهاد في الشريعة الإسلامية يدخل فيه البعد التعبدي، لكن يمكن أن يشتركوا مع المسلمين في جهاد الدفع أو في قتال الدفع، يعني الدفاع عن الأراضي يمكن أن يشتركوا في ذلك. وحينها على كل المسائل هنا فيها تفصيل، يعني هل تجري عليهم الجزية عندما يقاتلون أم لا، هذه قضية تفصيل. لكن العلة العامة أنهم عندما يدفعون الجزية فيها أول الخضوع للنظام الإسلامي العام، الأمر الثاني فيها الإعفاء من الخدمة العسكرية بالمصطلح المعاصر. فأنت لا تطالبهم ولا تطالب أبنائهم بالدفاع عن دولة الإسلام التي هم في حقيقة الأمر ليسوا من أهل عقيدتها، لكن هم في النهاية جزء من المنظومة العامة للدولة الإسلامية. وهنا نحن لا نتكلم عن طبيعة الدولة الحديثة بطبيعة الحال، لكن نتكلم في الأحكام الكلية التي عرفها المسلمون عبر تاريخهم في إطار قيام خلافة إسلامية عامة يخضع لها كل المسلمين ويتواجد في ظلالها غير المسلمين. فهنا هذا الخيار الثالث. في حالة رفض الخضوع للنظام الإسلامي العام ورفض الدخول في عقيدته، حينها يأتي قضية القتال، ودي حالة أخرى، يعني هي الحالة الثالثة تقريبا. جميل. ماذا عن حالة الحرب؟ طبعا إذا رفضوا الخضوع للدولة الإسلامية أو خضوع لسيادة الإسلام وحاكميته أو رفضوا الدخول فيه، حينها يقاتلون. وعندما يقاتلون طبعا تجري عليهم كذلك الأحكام التفصيلية للقتال. فمثلا من ضمن الأحكام التفصيلية للقتال، ابتداء أولا يجب أن يبلغوا بالقتال، يعني أنت تبلغهم بأنك تريد قتالهم. وهذه واحدة من الأخلاقيات الحرب في الإسلام، أنك لا تباقت إلا من هو عالم على الأقل بأنك أنت معه في حرب. إذا كان يعرف أنك خلاص في دولة أو في مجموعة أو في كيان معين يعرف أنك معه في حرب، هذا لا إشكال فيه. ولكن الذي لا يعرف أنك معه في حرب، حينها الأوضاع ستكون مختلفة، وهيأتي قضية الإعلام والإخبار، ومن ضمنها الإعلام والإخبار أنك تدعوهم إلى الإسلام وتدعوهم إلى الخضوع للدولة الإسلامية كخيار ثاني. إذا رفضوا بعد ذلك تأتي القضية الثالثة. الأمر الثاني أيضا تفرق في أخلاقيات الحرب في الإسلام ما بين من يقاتلون ومن لا يقاتلون ولا يقاتلون. فهنالك مثلا مجموعات لا تقاتل، يعني النساء الأصل أنهن لا يقاتلن، الأطفال لا يقاتلون ولا يقاتلون بطبيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة مقتولة في معركة قال ما كان لهذه أن تقاتل، فكأنما ربط أمر القتال بإيه؟ بأن يكون الشخص مقاتل. نعم، يجب أن يكون مقاتل. فهنا نلاحظ بأن إذا المرأة تحولت من دائرة السلم إلى دائرة الحرب تقتل وتقاتل بطبيعة الحال، لأن لها أحكام المقاتلين هنا. لكن إذا كانت امرأة عادية مسالمة كما يسمونها الآن مدنية، ليست من المقاتلين، فحينها على كل. وهنا الآن لا نتكلم عن في قضية أخرى سأتي إليها إن شاء الله، قضية أنه والله يكونون محتلين لأراضي الإسلام. هنا أنت أتيتهم في ديارهم، نعم، أتيتهم في ديارهم، لا تقاتلوا أطفالهم، لا تقتل أطفالهم، ولا تقتل نساءهم، ولا تقتل شيوخهم العجزة الذين لا يستطيعون القتال، ولا تقاتل رجال دينهم الذين لم يندرجوا كذلك في المعركة، والمنشغلون كذلك بقضايا الزراعة وقضايا الرعي، المجموعات التي لا علاقة لها عموما بقضية الحرب. هؤلاء كلهم يكونون في نوع من النساء اللي يكونوا مشاركين بالحرب لكن ليس بأجسادهم في القتال، يعني لكن قد تكون ممرضة وتكون يعني مساعدة أو كذا، هل هذه ممن تقاتل؟ لا، هنا نتكلم عن السيستم الخاص بالحرب، السيستم الخاص، لأن حتى في عمليات الطب والتمريض هنالك ما يمكن أن نسميه بالطب العسكري الذي يشارك ويواكب مع المقاتلين، وهنالك من لا يشارك ولا يقاتل مع المقاتلين. فالذي يقاتل، الذي يخرج مع الجيش سواء كان بالكلمة أو بالتطبيب أو بالتحريض أو بالتواجد على كل للتشجيع، هؤلاء كلهم لهم أحكام المحاربين. لكن الذين فصلوا أنفسهم عن حالة الحرب أو حالة الجيش المقاتل، هؤلاء تسري عليهم أحكام عدم القتال. طيب، دعنا نخوض في هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر. ما هي ثوابت ومسلمات الحرب أو الجهاد عند المسلمين؟ هو على كل له عدة مسلمات، يعني يمكن أن نعتبر المسلم الأول أن يكون القتال لدفع الظلم وتحقيق العدل، ده يمكن أبرز
ما يمكن أن نعتبره ثابت من ثوابت الإسلام، وهو يندرج تحت قوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالمقصد الكلي أو الثابت الرئيسي يجب أن تكون الحرب مشروعة، ولتكون الحرب مشروعة هنالك على كل مجموعة أحكام. تكون مشروعة هنالك مجموعة. إما أن تكون أنك والله تريد أن تدفع عدوانا قادم، فأنت مثلا أتي إليك في ديارك، فهذا قتال مشروع وثابت، وبالتالي لا تحتاج فيه إلى كبير عناء. هذه تتفق البشرية كلها تقريبا على أن من اعتدي عليه في يدافع بطبيعة الحال. الحالة الثانية، وهي هذه أيضا من الأشياء التي ثبتت في الشريعة الإسلامية، أن يكون القتال لنشر دعوة الله تبارك وتعالى بين العالمين، لأن الإسلام رسالة عالمية ويحتاج إيصال هذه الرسالة إلى الخلق. ولكن هنا يشتبه على الناس أمرين: أنك عندما تقاتل الأنظمة الظالمة التي تحكم الشعوب لتزيلها وتزيل عروشها، هنا لا تفرض عقيدتك على من قاتلتهم، ولكنك تزيل عنهم الطغيان، وتزيل عنهم الدكتاتوريات، وتزيل عنهم الملكيات والجهات التي تحكم بغير ما أنزل الله، ثم بعد ذلك تترك عوام الناس يخضعون لحاكمية الإسلام وسيادته، ولكن في العقيدة لا تكرههم على القتال. فهذا أيضا من الثوابت التي يلتفت إليها، خاصة في قتال الطلب. أيضا من الثوابت اللي لا بد من الالتفات إليها القتال من أجل إخراج المستضعفين والأسرى والعجزة وغيرهم الذين يضطهدون أحيانا في بلاد الكافرين، قد يكونوا مسلمين وقد لا يكونوا مسلمين أيضا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. فهنا عندك كأنما الآية حددت نوعين من القتال: قتال في سبيل الله وقتال في سبيل المستضعفين. القتال الذي يكون في سبيل الله هو قتال الدفع الذي تريد أن تفرض حاكمية الإسلام، والذي يكون في سبيل المستضعفين أنك تريد أن تخلص المستضعفين من طغيان وعدوان أعداء الله تبارك وتعالى، سواء كانوا هنا كما تفضلت سواء كانوا أسرى من المسلمين أو حتى من غير المسلمين لكنهم يتبعون لديار الإسلام. مثلا يكون هنالك يهود، هنالك نصارى، مثلا تم اجتياح البلدة المسلمة وأخذوا أسرى، فهنا هؤلاء الأسرى الذين أخذوا من ديار الإسلام سواء كانوا مسلمين أو غيرهم لا بد من تحريرهم. وهنا عندك أيضا هذا ثابت من الثوابت التي يمكن للإنسان أن يقاتل في سبيلها. فهذه كلها على كل من الأشياء التي يمكن أن، ثم بعد ذلك تأتي إلى قضية الأحكام التي ذكرت، أحكام التفصيلية في قضية الالتزام بأخلاقيات الحرب. فأنت لا يمكن أن تكون هنالك سياسة الأرض المحروقة كما يفعل الآن في بعض حروب الواقع المعاصر في الإسلام في أخلاقياته، كما تفضلت كما ذكرت قبل قليل بأنه لا يقاتل ضعيفا لا يقاتل امرأة ولا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا يقاتل عابدا في أديرته أو في صومعته أو في كنيسته. كل هؤلاء يستثنيهم من دائرة الحرب ويقاتل المقاتلة بطبيعة الحال. طيب، وماذا عن الأحداث الجارية الآن في فلسطين وفي غزة، نتاج على هذا الكلام؟ طبعا نتائج هذا الكلام بالنسبة لموضوع فلسطين، أولا هو يقع تحت دائرة الجزء الأول الذي يتعين فيه القتال على المسلمين، وهو أن يحصل هنالك احتلال أو يحصل هنالك سيطرة لأرض من أراضي المسلمين. وهنا هذه الأرض حكمها الأول أنها أرض وقف للمسلمين، وأنه لا يجوز التخلي عنها ولا التنازل عنها بأي شكل من الأشكال. وهنا لا نخضع فيها بطبيعة الحال لقوانين الأمم المتحدة التي تمنح أحيانا بعض الشعوب أراضي شعوب أخرى. هذا كله بالنسبة لنا طبعا غير مسلم به، وبالتالي هنا تأتي الإشكالية طبعا في قضية السرديات الآن بين من ينظر إلى إسرائيل بأنها والله دولة ذات سيادة ومعترف بها في الأمم المتحدة، وبالتالي هذا فيه خضوع بطبيعة الحال لقوانين الأمم المتحدة وقوانين ما يمكن أن نسميه بسايكس بيكو أو النظام العالمي الذي تشكل بعد 1945 ونشوء الأمم المتحدة، وخضوع على كلنا الدول كلها الآن لهذا النظام. هذا النظام بطبيعته نظام أصلا قام على أرضية باطلة، وهو أن الدول المنتصرة بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي دخلت في الحرب العالمية الثانية دخلت في مواجهة الدولة العثمانية اللي غالبيتها كان تخضع لها الأرض الإسلامية، وكانت هي الولاية الإسلامية على الأقل الأشهر والأبرز في الحالة الإسلامية. وبالتالي ما جرى من تفكيك في هذه البنية بالنسبة للمسلمين غير حتى لو تعاملوا معه واقعيا، باعتبار كثير من الدول الآن تتعامل واقعيا مع الأمم المتحدة،
لكن لا يجوز للمسلمين بأي حال من الأحوال التخلي عن أي أرض من أراضيهم لتملك لغيرهم كما هو الحال في فلسطين. لا يجوز، لا يجوز أن نعم. يتخلوا عنها حتى لو أجمعت الأمم المتحدة كلها. يعني شرعا بالنسبة لنا لا يجوز لنا أن نتخلى عن شبر من أراضي المسلمين ما دمنا قادرين على تحريره وعلى الاتيان به. قضايا العجز والضعف هذه قضية أخرى، لكن الأصل أن المسلمين متى ما وجدوا القدرة لاسترداد أرض كانت لهم يجب أن يستردونها. هذا أول بالنسبة للحالة في فلسطين. فهم في ثم أيضا الأمم المتحدة نفسها بكل ما فيها من مظالم، لكن ضمن قوانينها أيضا تعترف للشعب الفلسطيني بدولة في حدود 67. إذن عندنا أمرين الآن. عندنا الأمر الأول، نحن بالنسبة لنا أرض فلسطين كلها أرض إسلامية ويجب أن يجلى اليهود وغيرهم من هذه الأرض. لكن لو على سبيل التنزل ذهبنا إلى قوانين الأمم المتحدة فإن للشعب الفلسطيني الحق في قتال هذا الكيان المحتل الذي يتمدد يوما بعد يوم في أرضهم التي أقرت لهم بمواثيق الأمم المتحدة. فأنت هنا تقاتلهم كما يقولون شرعا وقانونا. يعني أنت الآن بحكم القانون الدولي عندك الحق في مقاتلتهم، وبحكم الشريعة الإسلامية عندك أن تقاتلهم لما هو ما هو أوسع. خلينا نمشي معهم الآن فيما يقرون. نعم. هم يقولون بأن والله أرض 67 يجب أن تقوم فيها الدولة الفلسطينية. ومنذ 30 عاما منظمة التحرير الفلسطينية اتفقت معهم على أساس الحل الدولتين، وقبلوا وتراضوا على هذا الحل، إنه والله نحن خلاص كفلسطينيين قبلنا أن نقيم دولتنا على أرض 67. وأرض 67 في حقيقتها تشكل أقل من 20% من الأرض الفلسطينية. إذن هذا الشعب المحتل قبل بأن يقيم دولته في هذه، لكن مع ذلك 30 سنة ويحصل تمدد في أرضهم، ويحصل اجتياح لهم، ويحصل محاصرتهم، ويحصل التضييق عليهم، ويحصل أن والله سلطتهم التي يفترض أن تحميهم وتكون لصالحهم تنقلب عليهم ويتحول إلى سلطة تحت سطوة المحتل، يتلقون مرتباتهم عن طريقها ويحلون مشكلاتها عن طريقها، ويتحول جهاز الأمن الفلسطيني لأن يكون جهازا متعاونا مع الكيان الصهيوني لضرب شعبه وضرب مقاومته. هذه كلها، ثم يعملون على الاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى. فعلى كل الحالة في فلسطين ليس أمام الشعب الفلسطيني بحكم الفطرة أولا، وبحكم أيضا العقل ثانيا، وبحكم القوانين الدولية ثالثا، وقبل ذلك وبعده هو بحكم الشريعة رابعا، للشعب الفلسطيني أن يقاتل اليهود ويجليهم عن أرضهم. تأتي هنا طبعا ستأتي جدلية أخرى ولا بد من الوقوف عندها، وكثير من الناس هنا يتكلمون عن يوم 7 أكتوبر الذي حصل، أن اجتاحت المقاومة الفلسطينية إلى داخل الكيان الصهيوني، ودخلت على ما يعرف بحزام أو أطراف منطقة غزة. بالنسبة للمقاومين طبعا حتى هذه اللحظة لم يحظوا لا بأرض 67 ولا بأرض 48، وبالتالي بالنسبة لهم الساحة الفلسطينية كلها ساحة حرب. نعم، ساحة حرب. طيب بالنسبة للسردية اليهودية يروا، والولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهم ينظرون إلى أن هذه المنطقة التي دخل فيها المجاهدون هي أرض أرض يهودية، أرض إسرائيلية بحكم القانون الدولي، ينظرون إليها بأنها أرض أرض إسرائيل. نعم. طيب هنا حتى تكون المعادلة واضحة حتى بطريقتهم، أنا أتكلم هنا بطريقتهم. لو افترضنا أن هؤلاء اجتازوا هذه الأرض ودخلوا على الأراضي الإسرائيلية، من الذي كان يدخل طوال هذه الفترة على الأراضي الفلسطينية ليحاول أن يدنس المسجد الأقصى ويمنع المصلين فيه ويأخذ أراضي فلسطينية ويبني عليها مستوطنات؟ وصلت تقريبا مستوطنات 70% من الأرض التي كان يفترض أن تقوم فيها دولته. إذن هنا العدوان بدأ من من؟ العدوان عمليا بدأ من الإسرائيليين، هم الذين لم ينضبطوا أصلا بحدودهم، وحدودهم إلى اليوم مفتوحة. يعني حتى هذه اللحظة الدولة الوحيدة في العالم اللي حدودها غير معروفة هي الكيان. يعني لما أقول غير معروف مش فقط للحالة الفلسطينية، حتى يمكن أن تتمدد بعد ذلك، لأنه أصلا خارطتهم تمتد من النيل إلى الفرات. فأنت أمام دولة إمبريالية، دولة احتلال. هذا الاحتلال يقوم على الاستيطان، هذا الاستيطان فكرته حيثما انتهى الجندية الإسرائيلية يجب أن يقام الحدود هناك، وبالتالي يمكن أن يذهبوا إلى المدينة المنورة بحكم الاستحقاقات التي يزعمونها تاريخية، ويمكن أن يذهبوا أيضا
شرق غربا لاتجاه مصر، بحكم أيضا حدودهم تمتد إلى هذه البقعة. ويمكن أن يقال بأن والله أيضا كانت لنا ممالك في اليمن فيذهبون إلى، فأنت لست أمام دولة منضبطة بحدودها، ويمكن بعد ذلك أن تكافح وتنطلق سرديتها من قضية حدودنا وحدودكم. لا، طيب أنت عندما كنت تجتاح الأراضي في 67 يجب أن تتقبل الاجتياح أيضا هنا، وإلا الفلسطيني لا يستطيع أن يفرض عليك إرادته بالانسحاب من أراضيه إلا إذا اجتاح أرضك. فهذا المنطق على كل منطق للأسف الشديد لا يمكن أن تتبناه الآن الوسائل الإعلامية، ولا يمكن أن تناقشه الأمم المتحدة، ولا يمكن المنظومة الدولية التي ترعى هذا الكيان وتنظر إليه بأنه قاعدة متقدمة لهم يمكن أن يتقبلوا ذلك. لكن الفكرة هكذا، أن هؤلاء الشعب الفلسطيني بحكم الواقع أنهم تحت الاحتلال، والعقل والفطرة والقانون والشريعة كلها تنص على أن من تحتل أرضه فإنه يقاتل ويقاوم، وبالتالي هذه أوجب أنواع القتال في الشريعة الإسلامية. عندما يحصل اجتياح لبلد ما فإن أصحاب هذا البلد يقاتلون جميعا، رجالهم ونساؤهم وأطفالهم وصبيانهم وأحرارهم وعبيد، كلهم هؤلاء يقاتلون. أنا أتكلم المصطلح التاريخي قضية الأحرار والعبيد يعني، لكن هكذا في الأحكام الفقهية هكذا الكل يقاتل في سبيل أن يدفع هذا العدو الذي يحتل الأرض. جميل. لماذا يستهدف اليهود المسجد الأقصى تحديدا وما علاقتهم به؟ اليهود طبعا عندهم سرديات، هم طبعا ينتظرون إلى هذه اللحظة، ينتظرون النبي القادم بالنسبة لهم. نعم. لكن طبعا اليهود واقعين في مأزق عندما أتكلم هنا عن النبي القادم. النبي القادم في عقيدتهم الدينية، وذي يمكن ذكرها عبد الوهاب المسيري في عدد من كتبه في اللي هو موسوعة اليهودية، فإن هؤلاء اليهود عليهم ألا يأتوا إلى هذه الأرض قبل أن يأتي النبي الذي يجب أن يقاتلوا معه. نعم. ولذلك تسمع الآن بعض اليهود الذين يرون أن نهاية بني إسرائيل في هذه الأرض لأنهم يرون خالفوا الرب في أحكامه. فالعقيدة في أصلها مرتبطة بعودة أو بمجيء النبي الذي ينتظرونه، ومستحيل طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبوة أغلق بابها، وعلاقة الأرض بالسماء محكومة بعد ذلك بهذا الكتاب وهو القرآن الكريم. لكن هم يتصورون لا بد أن يدخلوا إلى، طيب هنا إيش الحصل؟ ليش هم الآن والله إذا كان عقيدتهم تقول بأنه لا نقتحم المسجد الأقصى ولا ندخل إلى هذه الأرض إلا عن طريق النبي الذي ننتظره. الذي حصل أن اليهودية كما حرفت دخلت عليها الكثير من الأحكام والكثير من الأفكار والكثير من الأيديولوجيا وليست الأحكام الدينية، دخلت عليهم من خلال الحركة الصهيونية. فالحركة الصهيونية الآن ربطت مصيرها واستمرارها واحتلالها لهذه الأرض بأنها لن تقوم لها قائمة إلا وأن هذا النبي القادم لن يأتي إلا إذا هدم المسجد الأقصى وقام على أنقاضه الهيكل وذبحت البقرات بأشكالها المعروفة وألوانها المعروفة، ثم يقتسال بنو إسرائيل من رماد هذه البقرات التي يحرقونها وبعد أن تذبح، ثم يتصورون بعد ذلك يمكن أن يأتي هذا النبي. هذه الآن الصورة الذهنية التي هم على كل يحاولوا أن يعتمدوا عليها. وبالتالي صدق من قال بأن اليهود يستحيل، خاصة في ظل اليمين المتطرف، لأننا أمام شقين في الحركة الصهيونية نفسها، الحركة الصهيونية ذات الطابع العلماني والحركة الصهيونية ذات الطابع الديني. فأنت الآن في إسرائيل أمام اليسار واليمين صح التعبير، والآن يغلب التيار اليميني. في ظل هيمنة التيار اليميني لا يمكن أن تكون هنالك حل الدولتين. لماذا؟ لأن التيار اليميني يرى أفكاره وأطروحاته الدينية تقوم على أساس الوصول إلى أن تقوم عاصمته في القدس، وأن تكون هنالك الدولة، وأن الأمر يرتبط بهذا المكان، وبالتالي أن تكون عاصمتهم تل أبيب بالنسبة لهم الأفق الديني لسه لا يمكن أن يقبلوا به. وبالتالي طيلة 30 عاما الماضية تلاحظ بأن التيار اليميني يضغط بشدة في أنه لا يقبل بأي حل ولا يقبل بأي تسوية، ويذهبون كل يوم في محاولة التغيير الديمغرافي الذي يخرج الفلسطينيين من المقدسيين على وجه التحديد ويزرع حولهم الكثير من المستوطنات، ثم يوجد عمليات الاشتباك بين الفلسطينيين حتى يخرجوا ويهجروا
وإن كان الفلسطينيون حتى الآن يصمدون ويحاولون البقاء في أرضهم رغم الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها. فهم على كل عقيدتهم مرتبطة بهذا الأمر. ثم بعد ذلك بطبيعة الحال إذا كان هؤلاء يطمحون في دولة من الفرات إلى النيل، فإنك لا يمكن أن تتصور أنهم سيقبلون بالتنازل عن المسجد الأقصى الذي ترتبط به عقيدتهم. وهل هذا يفسر وجود الحرب الطويلة والمستمرة على المسجد الأقصى؟ هم بالنسبة لهم نعم. هو الحرب على المسجد الأقصى ترتبط بأمرين حتى نكون يكون مشاهد على وضوح من أمره. تلتقي الحركة الصهيونية بشقها اليهودي، وهنالك حالة تصهين أيضا في البروتستانتية الأمريكية تحديدا، وهو أنهم يلتقون جميعا. أولئك يرتقبون المسيح، أنه سيأتي المسيح وأنه سيحكم 1000 عام وكذا، فينتظرونه على هذه الأرض. الطرف الثاني اللي هو الطرف الصهيوني اليهودي ينتظر النبي الذي في ذهنهم وهو من سلالة إسحاق عليه السلام. وبالتالي ما بين الانتظارين، الانتظار المسيحي والانتظار اليهودي، كلاهما يتساعدان ويتساندان في مسألة الإبقاء، أن هذه الأرض تكون خارج يد المسلمين، لأنهم لا يتصورون بأن هذه الأرض تكون تحت سيطرة المسلمين ويمكن بعد ذلك أن تتحقق لهم هذه النبوءات، وهي نبوءات على كل تكلم عنها كثير من الكتاب، كذلك الكاتب الذي تحدث عن قضية النبوءة والسياسة وذكر الكثير من السرديات العقائدية خاصة في البروتستانتية، هي تتحالف الآن مع الصهيونية في أنه والله خلاص من نزل أولا فلتكن له الغلبة، يعني جاء صاحبنا ولا جاء صاحبكم، دعونا الآن نمهد الأرض من هذه المجموعات المسلمة ونخرجهم جميعا ثم ننتظر بعد ذلك، فإن جاء مسيحنا فبها وإن جاء نبيكم فبها. يعني هكذا كأنما التقوا في نقطة بين الطرفين ويعملون الآن جميعا. وبالتالي البروتستانتية الصهيونية تنظر إلى أن الكيان الإسرائيلي بالنسبة لهم عقائديا مطلوب، سياسيا مطلوب، من حيث النفوذ والإمبريالية مطلوب، إن هؤلاء يتمددون على قاعدة متقدمة على هذه الأرض وتكون لهم عبارة عن قاعدة سابقة. أيضا هنالك أنا يمكن في الحلقات السابقة ذكرت بأن الحملات الصليبية بشكل عام استطاعت من خلال زرع الكيان الصهيوني اليهودي هنا على أرض فلسطين، استطاعت أن تحرف البوصلة من أن هنالك حملة صليبية على المنطقة إلى أن يقول الناس هنالك احتلال يهودي على المنطقة. في حقيقة الأمر من يرعى هذا الكيان هو الحملة الصليبية. يعني الآن مجرد ما حصلت 7 أكتوبر رأينا كيف أن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا كلهم حاولوا أن ينزلوا بوارجهم، وقياداتهم السياسية نزلت مباشرة إلى تل أبيب حتى يقولوا لهم نحن موجودين، ويقولوا لكل المنطقة أي شخص يريد أن يفكر في دعم هذه المقاومة الفلسطينية فإنه سيتعرض إلى ضربات كبيرة. حتى المحور الذي كان يصنف نفسه بأنه محور المقاومة هو محور إيراني، لما رأى بأن البوارج الأمريكية نزلت على المنطقة مباشرة حرص أن لا يدخل المنطقة وأن لا يصنف نفسه على الأقل بأنه سيدخل مع الحالة الفلسطينية. وتركت على كل المقاومة الفلسطينية لا من النصير الذي انتسبت إليه كمحور هجمات الإخوة في هجمات المجموعات في حزب الله في شمال الكيان الصهيوني في منطقة جنوب لبنان لم تكن بالمستوى المطلوب، ولا حتى هجمات الحوثي كانت أيضا بالمستوى المطلوب. لكن كما يقال كثير من الناس تقبلت هذا القليل لحالة العدم التي لاحظوها من الأنظمة العربية على وجه التحديد، التي فشلت ليس في أن توقف الحرب ولا أن تصطف لصالح الفلسطينيين المقاومين، بل أن الأمر تجاوز كل ذلك إلى مسألة التآمر مع هذه الحملة ووضع اليد عليه، يعني وضعوا أيديهم مع أيدي هؤلاء الصليبيين واليهود ليقولوا لهم اقضوا على حماس، فإن لم تقضوا عليها فإنها ستقضي على المنطقة. هذه الصورة للأسف الشديد التي تبدلت فيها المواقف العربية، وتحولت قضية فلسطين بدل ما كانت قضية الأمة قاطبة حولت إلى قضية عربية، وبدل ما كانت أيضا قضية عربية حولت الآن إلى قضية الشعب الفلسطيني، وبدل كانت قضية الشعب الفلسطيني أريد لها أن تكون قضية حماس وفتح والغزة ورام الله، فأوجدوا على كل من الانقسامات ما يجعل الأمر فعلا محير. وكثير من الناس يقول لك يا أخي ماذا نفعل إذا كان الآن الضفة الغربية يتحكم فيها محمود عباس ولا يسمح بأي حال من الأحوال الشعب الفلسطيني في الداخل أن يقاوم ولا أن يجاهد ولا أن يساند إخوانهم. فكثير من الناس على كل أربكوا، بل هذا الإرباك
انتقل حتى إلى كثير من حلفاء العرب والمسلمين. مثلا اليابان تاريخيا طوال الفترة الطويلة هذه كانت دائما محسوبة على المعسكر الغربي بشكل عام، ليست هي وإن كانت الشرقية ولكنها محسوبة في المنظومات إلى المعسكر الغربي. ومع ذلك كانت في قضايا العرب والكيان الصهيوني دائما كانت تقف لصالح العرب، إلا في هذه الحرب صوتت ضد الفلسطينيين وصوتت لصالح الكيان. تصور ما الذي حصل؟ ذهب بعض الناس وسألوهم: وأنتم معروف أن مواقفكم كانت لصالح العرب، فما الذي تحول؟ قالوا: والله وجدنا دول عربية وازنة تكلموا معنا بصورة مباشرة أنكم كونوا مع إسرائيل ولا تكونوا مع المقاومة الفلسطينية. فأنت أمام إشكال كبير جدا يعني للأسف الشديد. فالقضية فعلا ما بين الصهاينة اليهود والصهاينة الصليبيين والصهاينة العرب يجري ما يجري على كل حاليا في أرض فلسطين. طيب نستأذنكم في فاصل قصير شيخنا. تفضل. كونوا على مقربة متابعينا الأكارم، سنكون هنا بعد قليل. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير، نستكمل الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. عودا على بدء فيما سبق الحديث عنه، دعنا نتكلم عن التطبيع. تكلمنا في بداية الحلقة عن التعامل مع اليهود في السلم والحرب. ماذا عن التطبيع كفكرة عامة في هذه الأثناء؟ نعم. هو التطبيع على كل بالنسبة لمن سوق له هو منظور سياسي. منظور سياسي بمعنى أن هنالك محاور نشأت في المنطقة، وهنالك أيضا حملة ترعاها الولايات المتحدة على المنطقة، هي حملة نفوذ، حملة سيطرة، حملة هيمنة على المنطقة، حملة إخضاع لشعوب هذه المنطقة. وبالتالي خطورة التطبيع على وجه التحديد ليس فقط في منظورنا الإسلامي. المنظور الإسلامي له رؤيته عموما في المنطقة كلها وكيف ينبغي أن تكون، لكن خلينا نكون قريبين جدا من المشاهد في منظور على الأقل لشعوب المنطقة العادية والبسيطة التي ترى أن هنالك احتلال، وأن هذا الاحتلال يجب أن يقتلع، وأن هذا الاحتلال يجب أن يقاوم وأن لا يستسلم له. والاستسلام له يعني الاستسلام لعدوان متربص بنا ويجلس على قلب أمتنا ويسيطر على مقدساتنا. هذه الرؤية البسيطة طرحت في العقود الماضية أفكار تتعلق بالسلام. كانوا يقولون السلام العربي الإسرائيلي. فكرة السلام أساسا تقوم على أنه والله يا أخي يحصل نوع من التفاوض والتفاهم وكذا في قضايا الحقوق وكذا، ثم بعد ذلك يتوصل أصحاب الحقوق إلى حل بينهم. الحل البسيط الذي كان يتصور لدعاة السلام إنه والله قيام دولتين، قيام دولة فلسطينية وقيام دولة إسرائيلية بجوارها. هذا كان الذي يسوق. نعم. ذكرت أنه 30 سنة لم يحصل الناس على شيء من خلال هذا السلام. لاحظوا بأن المسألة بدل ما ينظر إلى جذورها وينظر إلى أسبابها الحقيقية، يريد يتجاوز مباشرة فكرة السلام وفكرة حل الدولتين إلى أنه والله خلونا ندخل في التطبيع، وهو إدماج الكيان الإسرائيلي في المنطقة اقتصاديا وثقافيا وعسكريا وأمنيا وسياسيا ودبلوماسيا، يكون طبيعي جدا في هذه المنطقة. وبالتالي يتحرك اليهود وكأنما ليس هنالك أرض محتلة ولا شعب تحت الاحتلال ولا مقدسات تحت سيطرتهم ولا هنالك شعب مظلوم. كل هذا يجب أن يتم تجاهله ونسعى إلى عملية التطبيع. كانت هذه هي الفكرة التي على كل روجوا لها وسعت إليها بعض الدول. للأسف الشديد الدول
التي سعت لهذا الموضوع هي تخضع بشكل مباشر تحت السيطرة الأمريكية. يعني لو قلنا هؤلاء مثلا شعوبهم، لن تجد أن الشعوب مؤيدة لهذا الوضع. الشعوب ليس لها كلمة وليس لها شورى وليس لها أصلا رأي في قضاياها، لا الخاصة قضاياها المحلية ولا القضايا الكبرى أصلا، فهي مغيبة تماما والحكام يتكلمون نيابة عنها. فأرادوا من موضوع التطبيع تجاوز الحقوق الفلسطينية، تجاوز المظالم التاريخية، تجاوز كل المظالم اليومية التي تقع عليها. ثم لما رأوا بأن والله فكرة التطبيع تواجهها مشكلة عقائدية، نعم، أن والله يا أخي كل المسلمين العوام على الخواص لا يمكن أن يتقبلوا هذا اليهودي الذي يحتل أرضه، والقرآن حافل بهذا الموضوع. تدخلوا في قضية المناهج، ومنذ 20 سنة تقريبا الولايات المتحدة تتدخل بشكل مباشر في المناهج، لدرجة كانت تشطب الآيات والأحاديث التي تتحدث عن اليهود، تتحدث عن الجهاد، تتحدث عن الأحكام الفقهية التي لها علاقة بهذه الأمور كلها. تقريبا أرادوا لنا شعوب معزولة تماما عن عقيدتها تجاه القضايا الأخرى، والشعوب دائما تحركها العقائد بشكل كبير. فعلى كل حاولوا أن ينزعوا أولا في البدايات أن ينزعوا كل عوامل القوة في الأمة، اللي هي عدم الاستسلام، وهي أكبر قوة في لنا أن المسلم لا يستسلم للباطل أيا كان. ذهبوا بعد ذلك إلى الإتيان بفكرة جديدة، وهي فكرة الديانة الإبراهيمية، أو ما يعرف بالمفهوم الإبراهيمي المرتبط بالتطبيع. حتى تتم عملية التطبيع لا بد من إتيان بمنظور عقائدي، وهو هذا المنظور: إن والله يا أخي أنتم جميعا أبناء إبراهيم، اليهود ينتسبون إلى إبراهيم وأنتم أيضا تنتسبون إلى إبراهيم، والمسيحيين ينتسبوا إلى إبراهيم. إذا الديانات كلها تسمى الديانات كده الإبراهيم. خلونا يا أخي بدل نتكلم عن قضية محتل وما محتل، كلنا نعتبر نفسنا إنه والله نحن أصحاب الديانات ديانات الإبراهيمية، نكون مع بعضنا البعض ونطبع علاقاتنا وكذا وكذا. هي في حقيقتها ماذا تعني هذه المسألة؟ هو نحن نسيطر على أرضكم، نسيطر على بترولكم، نسيطر على مقراتكم، نسيطر على معابركم، نسيطر على مقدساتكم. ليس أمامكم إلا أن تقبلوا بسيادتنا نحن على هذه الأرض تحت مسمى مسمى الديانة الإبراهيمية باختصار. فربطت القضية قضية السلام المعزول تماما عن أي منظور حقيقي كمنظور استراتيجي للسلام، الذي يقوم على فكرة إن والله أعطني حقي كاملا إذا أردت معي السلام. هذا المنظور الحقيقي، يعني أنت ما تنتزع حقوقي ثم تطالبني أن أسالمك. يعني مثل شخص يدخل عليك البيت ويقتل بعض أطفالك ويعتدي على زوجتك ويأخذ نصف أرضك أو 80 من أرضك في المية من أرض، ثم يقول لك والله يا أخي إيش رأيك نعمل سلام؟ نعم. والله يا حتى في السلام ما نعمل بس رسم حدود، لا، تطبع معي، شرط انك انت التطبيع. ايش معناه التطبيع؟ ان والله اطفالي يدخل على اطفالك والزوجات على الزوجات والامور، طب وننسى الماضي وهكذا. المناهج تتغير، ونعمل لنا في المنطقة الوسطى كده مبنى يكون فيه معبد لليهود ومسجد للمسلمين وهكذا. يعني يطلبون في هذا انه ينسى العدوان والاحتلال، ينسى كل ذلك بطبيعة الحال. نعم. لأنهم تجاوزوا أصلا الذين طبعوا. تلاحظ اليوم ربما هم يرون أن انتصار الفلسطينيين كارثة، وصلوا إلى هذه المرحلة والعياذ بالله. طبعا هذا من حيث الإيمان والكفر، كل من يظاهر المشركين أو من يظاهر اليهود والنصارى يعاونهم على المسلمين، يفرح لانتصارهم ويقلق لهزيمتهم، فهذا ليس من دين الإسلام في شيء. نعم. نعم. شاكر لك دكتور حسن هذا الطرح. شكر موصول لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. نكرر الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. الله يبارك فيك، حياكم الله. الله يرفع قدرك. للحديث بقية وحلقاتنا تطول بإذن الله. انتظرونا في نفس الموعد من كل أسبوع. هذا عبد الرحمن بن محي الدين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.